بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكل مشاهدينا في قناة كريم شحاتة على اليوتيوب. النهاردة عندي حلقة مهمة جدا، عندي كلام مهم جدا، وهنتكلم في أكتر من موضوع. هنتكلم عن مباراة الأهلي وأسوان، وأيضا هنتكلم عن منتخب الأولمبي ومباراته أمام البرازيل، وهنتكلم عن الدوري المصري، وان اتحاد الكوره عايز يأجل الدوري المصري عشان المنتخب الأولمبي، ودي كارثة. يعني دي كارثة على الكرة المصرية والدوري المصري، ان الدوري ما يخلصش في شهر 8، لا يخلص كمان في شهر 9. وهنتكلم ونقول ايه الحلول اللي موجودة. اول حاجة خلينا بس نتكلم على مباراة الاهلي واسوان. النهاردة ربنا سترها مع موسيماني. موسيماني النهاردة يعني عمل تغييرات كتير جدا للنادي الاهلي في الشوط الثاني بدايه من الدقيقه 70، وخرج اهم لعيبه في النادي الاهلي. موسيماني اعتمد ان الاهلي كسبان 2-0 وان يعني خلاص المباراه خلصت، وما حطش في الاعتبار ان الاهلي ممكن او اسوان ممكن يحرز هدف والمباراه تتصعب، وده اللي حصل. موسيماني النهارده خرج قفشه، خرج محمد شريف، خرج كهربا، خرج ايمن اشرف، وخرج علي معلول. خرج 5 مهمين جدا. وغير كده كمان ان نزل لعيبه بقالها كتير ما بتلعبش، زي محمود متولي وزي سعد سمير، نزلهم مع بعض في اخر 10 دقائق في المباراه، وبالتالي حصل دروب كبير في الاداء. في اخر 10 دقائق اسوان جابت جون، وكان ممكن يسجل الهدف الثاني. فريق اسوان كانت النتيجه 2-0 الاهلي، اسوان سجل هدف عن طريق ايمانويل ايجيبتور 2-1، وكان ممكن محمد اسامه لاعب اسوان يسجل الهدف الثاني من انفراد بعلي لطفي، ولكن علي لطفي تألق وصد انفراد. كان ممكن المباراه تبقى 2-2 والمباراه تبقى ازمه كبيره للنادي الاهلي ويضيع نقطتين في سباق المنافسه مع نادي الزمالك. خلينا نشرح لكم القصه من الاول كده ونمشيها بالترتيب. لكن المانشيت النهارده او العنوان لمباراه الاهلي واسوان ان الاهلي كسب مباراه مهمه جدا، وربنا سترها مع موسيماني. ان كان العشر دقائق الاخيره كان ممكن تبقى فيه كارثه للنادي الاهلي، واسوان يتعادل في اخر 10 دقائق من المباراه. الاهلي لعب بطريقته العاديه النهارده، موسيماني 4-2-3-1، لعب بالتشكيل الامثل. علي معلول، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي لطفي حارس مرمى. ناحيه اليمين كان في مشكله النهارده، ناحيه اليمين ان محمد هاني مش موجود، اكرم توفيق واحمد رمضان بيكم مع المنتخب الاولمبي في اليابان، فلعب النهارده برامي ربيع ناحيه اليمين، عمرو السوليه وديانج في نص الملعب، ولعب بقفشه وكهربا وحسين الشحات ومحمد شريف، التشكيل الطبيعي للنادي الاهلي. المباراه كانت من جانب واحد لصالح النادي الاهلي، سيطره كامله من النادي الاهلي. كان فيه هجمات خطر لنادي اسوان من خلال الهجمات المرتده. ان النهارده نادي اسوان كان مركز في الحته الشمال اللي ورا علي معلول. انتوا عارفين ان علي معلول بيتقدم كتير، فلعيبه اسوان كان بيقطعوا الكوره ويلعبوا الكور الطوليه ناحيه الشمال في الحته اللي ورا علي معلول عشان يستفيدوا من المساحات اللي في ظهر علي معلول. ان دايما اي حد بيلعب النادي الاهلي عارفين ان علي معلول بيهاجم، فبتظهر مساحات في ظهره. فالنهارده اشتغلوا على دي اسوان، وكان في اكتر من كره خطر جدا لنادي اسوان، لكن كان معظم الكور اللي حصلت تسللات او اوفسايد على فريق اسوان. كمان اسوان خطر جدا من خلال الكور الثابته. انتوا عارفين ان اسوان عنده عمرو الحلواني، فعمرو الحلواني لعيب كويس قوي في الكور الثابته او الضربات الثابته، سواء كورنر او فاولات حوالين ال 18 بيعملها بشكل كويس. وعندهم محمد شبانه المدافع بيطلع، او محمود شبانه بيطلع بدماغه بيلعب الحاجات دي كويس جدا. فكان الكور الثابته هي اهم حاجه في اسوان النهارده. النادي الاهلي سيطر تماما وقدر يسجل هدف حلو قوي عن طريق كهربا. طبعا كلنا شفنا الهدف، حسين الشحات عمل كوره ثرو باس جوه ال 18 في العمق، وكهربا خدها من لمسه واحده. الشوط الاول خلص 1-0 في ظل استحواذ وسيطره من النادي الاهلي، وفرص برضه بتضيع من النادي الاهلي. النهارده الاهلي كان اللعيبه والجهاز الفني مشدودين، كانوا عاملين حسابهم ان ايه ما يحصلش اي هفوه او ما يحصلش اي مفاجاه، فكانوا مركزين جدا في الماتش. الشوط الثاني نزل النادي الاهلي برضه بنفس الاستحواذ على الكوره والسيطره على الجيم واللعب من خلال حسين الشحات اللي كان رائع جدا النهارده، وعلي معلول ناحيه الشمال الكوره العرضيه. وفعلا قدر النادي الاهلي انه يسجل الهدف الثاني عن طريق يعني كوره حلوه قوي خدها علي معلول وعدى من ناحيه الشمال وعمل كوره عرضيه لمحمد شريف على الزاويه البعيده، ومحمد شريف يا دوبك لحق الكوره وحطها يعني ببطن رجله كده بصعوبه على الزاويه البعيده، وكان الهدف الثاني للنادي الاهلي. بعد الهدف الثاني النادي الاهلي بدا يطمن للمباراه، خلاص 2-0 كسب اسوان،
دقيقه 70 ناقص 20 دقيقه، فبدا موسيماني يعمل بعض التغييرات انا شايفها من وجهه نظري فيها ريسك كبير جدا، ان هو خرج اهم لعيبه في النادي الاهلي. يعني نزل طلع كهربا ونزل وولتر بواليا عامل الماتش اللي فات على الانتاج الحربي كويس وجايب الهدف الثاني، وبعدين راح منزل نزل اعتقد بعد وولتر بواليا عمل برضو بعض التغييرات، نزل سعد سمير ونزل محمود متولي، اتنين بقى لهم كتير جدا ما بيلعبوش مع النادي الاهلي، وشال قفشه اللي هو محور هجوم او محور لعب النادي الاهلي كله من خلال قفشه، وايضا نزل محمود وحيد كمان مكان علي معلول ناحيه الشمال، وطلع محمد شريف لاعب المهم جدا او المهاجم المهم جدا في النادي الاهلي بقى بيلعب، ويعني مفيش حد خالص في خط الهجوم غير ان هو طلع حسين الشحات وطلع لا ما طلعش حسين الشحات عمل الهدف الثالث، طلع قفشه وطلع كهربا وطلع محمد شريف، الثلاثه المهمين جدا والخطيرين جدا، بالاضافه لعلي معلول الباك ليفت، وبعدين طلع ايمن اشرف كمان المساك، ونزل سعد سمير ونزل محمود متولي ونزل وولتر بواليا ونزل محمود وحيد. فحصل دروب كده في اداء النادي الاهلي، ان التغييرات كلها كانت في يعني ورا بعض، ولعيبه مهمه خرجت ولعيبه بقى لها كتير ما بتلعبش نزلت. يعني محمود متولي وسعد سمير بقى لهم فتره كبيره جدا ما لعبوش، يمكن سنه. محمود متولي كان عامل رباط صليبي وبقى له سنه ما لعبش، وسعد سمير برضو بقى له فتره كبيره جدا ما لعبش مع النادي الاهلي، اللي كان بيلعب دايما ياسر ابراهيم وايمن اشرف وبدر بنون ورامي ربيعه فتره، لكن سعد سمير بقى له فتره. فلما حصلت اللعيبه المهمه خرجت واللعيبه اللي بقى لها كتير ما بتلعبش نزلت، حصل دروب في اداء النادي الاهلي في اخر 10 دقايق، ده اللي خلى اسوان يحرز هدف في الدقيقه 85. والكره دي فيها كلام على فكره، الهدف ده غير قانوني، يعني مع احترامي طبعا لنادي اسوان احنا بنتكلم كوره، ان الكره اتلعبت فاول اتلعب جوه ال 18، حصل دربكه والكره خبطت في صدر ايمانويل ايجيبتور وبعدين حطها في المرمى. الحكم كابتن محمد عادل احتسب هاندبول على ايمانويل ايجيبتور لاعب نادي الاسوان قبل ما ايجيبتور يحط الكره في الهدف، يعني الصفاره طلعت قبل ما ايجيبتور يحط الهدف. وبعدين محمد عادل الحكم رجع للفار، الفار قال له لا الكره ما فيهاش حاجه، كره خطأ في صدره، فالفار قالت لك لا مش هاندبول. بس طبعا ادام محمد عادل صفر قبل ما ايمانويل ايجيبتور يحط الكره هدف او الكره تتخطى خط المرمى، فيعتبر حتى لو الفار قالت لك مش هاندبول الهدف المفروض ما يتحسبش، الحكم صفر قبل ما الكره تخش المرمى. فخطأ قانوني، انا شايف ان ده كان خطأ قانوني، وسألنا حكام وقالوا لي ده خطأ قانوني، ان كان لازم الهدف ما يتحسبش لأسوان بسبب ان الحكم صفر قبل ما الكره تتخطى خط المرمى. المهم الهدف اتحسب، الحكم طبعا حاول يعالج القصه مع الفار واحتسب هدف لصالح اسوان، بقت النتيجه 2-1 وناقص 5 دقائق من الوقت الاصلي، المباراه كهربت وبدا اسوان يمسك كوره ويلعب بشكل خطر جدا على النادي الاهلي، ولعيبه النادي الاهلي اتوترت في الملعب ان ممكن اسوان يجيب الهدف الثاني، نقطتين يضيعوا من الاهلي، يبقى الامور رائعه بالنسبه للزمالك، او الزمالك يتفوق، ان خلاص الفرقتين بقوا يعني الاهلي ناقص له مباراه مؤجله مع دجله والفرق 3 نقط، يعني لو الاهلي كسبها يبقوا الفرقتين زي بعض، لو اسوان كان اتعادل مع الاهلي النهارده كان هيقلب الامور على النادي الاهلي والزمالك يبقى متصدر الدوري ويفرق نقطتين عن النادي، او 5 نقط بقى النهارده قبل ما الاهلي يلعب المباراه يبقى 5 نقط. المهم مباراه توترت جدا، وفعلا قدر اسوان من خلال كوره هجمه منظمه اتعملت، محمد اسامه مهاجم اسوان اللي نزل في الشوط الثاني خد الكوره ورقص 4 لعيبه جوه ال 18، لعيبه الاهلي خافت تخش عليه عشان ما يحصلش ضربه جزاء، وانفرد الراجل بعلي لطفي، محمد اسامه مهاجم اسوان انفرد بعلي لطفي ومحمد اسامه شاطها في الزاويه البعيده، علي لطفي تالق وصد الكوره، كان ممكن يكون الهدف الثاني لاسوان، ولكن الكره اتصدت من علي لطفي انقذ الاهلي، الكره اتردت لحسين الشحات، هجمه مرتده عملها لبواليا لوحده خالص، بواليا عدى وحط الهدف الثالث وهدف تاكيد الفوز للنادي الاهلي. اللي انا عايز اقوله من المباراه ان النهارده موسيماني ما احترمش فريق اسوان او ما عملش في حسابه التلت ساعه الاخيره، خرج لعيبه مهمه جدا وعمل تغييرات، خرج قفشه ومحمد شريف وعلي معلول وايمن اشرف وكهربا قبليهم، ونزل لعيبه كويسه وكل حاجه طبعا لعيبه النادي الاهلي، ولكن بلعيبه بقى لها كتير ما بتلعبش، فتاثر اداء النادي الاهلي، وكان اسوان ممكن يعمل مفاجاه ويتعادل. فالنهارده موسيماني غلط
ولكن ربنا سترها معاه. طبعا 3 نقاط مهمه جدا للاهلي. النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها اتحاد الكوره. اتحاد الكوره كان في اتفاق مع النادي الاهلي فعلا ان الاهلي يلعب 3 ماتشات في الدوري من غير لعيبه المنتخب الاولمبي اللي هو البنك الاهلي والانتاج الحربي واسوان. فلما المنتخب الاولمبي كسب الماتش اللي فات استراليا وتاهل وهيلاعب البرازيل، فاتحاد الكوره قال لك لا خلاص هنوقف الدوري لغايه ما نشوف مصر هتعمل ايه مع البرازيل، وبعدين نرجع الماتشات تاني ونحط جدول جديد. طبعا دي مشكله كبيره جدا ان هتخلي الدوري يتاخر. المفروض الدوري كان يخلص 25/8 ولكن الدوري كده ممكن يخش في 20/9 ان في 30/8 منتخب مصر الاول عنده معسكر مع الكابتن حسام البدري عشان عنده ماتشين في تصفيات كاس عالم. الفرق بتاعت افريقيا هتلعب الدور، الزمالك والاهلي ومش عارف طلائع الجيش هيلعبوا، وبيراميدز او المصري هيلعبوا كونفدراليه وهيلعبوا دوري ابطال يوم 10/9. فهنضطر لو الدوري ما خلصناهوش قبل 25/8 الموعد اللي كان محطوط قبل كده، هنضطر نستنى لغايه 15/9 عشان نلعب الماتشات المتبقيه في الدوري. انا عندي حل سهل جدا بس لازم يحصل تضحيات. الاهلي يلعب مباراته القادمه مع وادي دجله، والزمالك يلعب ماتشه اللي جاي مع غزل المحله في نفس الميعاد، والاهلي يضحي شويه انه يلعب ماتش كمان من غير اللعيبه بتاعت المنتخب الاولمبي. انا عارف لعيبه المنتخب الاولمبي مهمين جدا بس يعني لصالح الكره المصريه وعشان الدوري ما يتاخرش، ان احنا لو دخلنا في 25/9 الدوري ده يخلص في 25/9، امال هنبدا الموسم الجاي امتى؟ والانتقالات اللعيبه هتبقى ازاي؟ واللعيبه اللي انت عايز تمشيها، فكارثه ان الدوري ده يخلص 25/9. فانا بقول ان اتحاد الكوره يتفق مع النادي الاهلي والاهلي يضحي شويه ان احنا وقفنا الفترات اللي فاتت في الدوري والمؤجلات والحاجات دي بسبب الاهلي عشان كان بيلعب في افريقيا وبيلعب في كاس عالم انديه، والجدول يمشي طبيعي والدنيا تمشي طبيعي والاهلي يستحمل ماتش كمان اللي هو ماتش وادي دجله، والاهلي يلعب مع وادي دجله وكأن يعني ما حصلش حاجه عشان الجدول يستمر وعشان الدوري يخلص في ميعاده في نهايه اغسطس وما نستناش لغايه شهر 9. طبعا انا حاسس ان الحل اللي انا بقوله ده صعب جدا ومش هيحصل، لكن اتمنى انه يحصل عشان المسابقه تستقر وعشان تخلص وعشان نخش في الموسم الجديد. ما احنا كده مش عارفين نخش في الموسم الجديد. ان منتخب مصر لو كسب البرازيل كمان منتخب مصر هيستمر في اليابان في الدور قبل النهائي، سواء كسب وصل النهائي او خسر ولعب على المركز الثالث والرابع، هيستنوا لغايه شهر 9 لغايه 9 اغسطس وبعدين الدوري يبدا استئنافه مره اخرى، فهنتاخر عن الجدول اللي كان محطوط. فانا شايف ان ده الحل الوحيد، ان الاهلي والزمالك وبيراميدز يلعبوا ماتشاتهم اللي جايه في نفس المواعيد اللي كانت محطوطه قبل كده، بس اتحاد الكوره يتفق معاهم عشان الجدول يمشي طبيعي ويستحملوا ماتش كمان بدون اللعيبه الدوليه. ده الحل عشان الامور تخلص والدوري يخلص في ميعاده الحقيقي. وبوجه كلامي ده للمهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكوره، وايضا للنادي الاهلي والزمالك وبيراميدز. الاهلي هو اللي رافض، الزمالك وبيراميدز ما عندهمش مشكله. طيب المنتخب الاولمبي عمل مباراه كبيره امام استراليا، وكابتن شوقي غريب لما اتجرأ ولعب بشكل هجومي كسب. واحنا عندنا لعيبه امكانياتها الهجوميه كويسه جدا، رمضان صبحي واحمد ياسر ريان وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وعمار حمدي، كل اللعيبه دي بتشتغل بالشكل الهجومي كويس. بس كابتن شوقي كان في الماتشين الاولانيين بيأمن وبيدافع وبيلعب على الهجمه المرتده، فعشان كده ما ظهرناش بشكل كويس. بس كان كابتن شوقي غريب مجبر عشان يصعد انه يكسب، فلعب بشكل هجومي. وكمان خلي بالكم كنا بادئين الماتش غلط، يعني رمضان صبحي كان محطوط في العمق وصلاح محسن ناحيه اليمين وطاهر محمد طاهر ناحيه الشمال، كانت التركيبه الهجوميه غلط. اول ما كابتن شوقي غريب نقل رمضان صبحي لمكانه ناحيه الشمال، رمضان صبحي عمل الهدف الاول على طول لاحمد ياسر ريان من اول كوره عدى، وشفنا طبعا الهدف. فلما اشتغلنا بشكل هجومي وامنا برده كويس ورا، بس في كره هجوميه، منتخب مصر كسب استراليا 2-0. وده الشكل اللي المفروض يلعب بيه منتخب مصر خلال الفتره القادمه، او في مباراه البرازيل اللي جايه. ما ينفعش ندافع بس، لو دافعنا بس هنخسر. فلما كابتن شوقي غريب كان مجبر، كان لازم يكسب، فلعب بشكل هجومي وحط كل اللعيب في مركزه. اشتغلنا بشكل كويس وظهرنا بشكل كويس جدا وكسبنا استراليا 2-0. حتى التغييرات اللي نزلت في الشوط الثاني وعلى وجه التحديد ناصر منسي وعمار حمدي اشتغلوا بشكل كويس جدا. ناصر عمل فتره كويسه قوي وعمل الهدف الاول، وعمار حمدي الهدف الثاني، وعمار حمدي احرز الهدف. يعني عمار ناصر منسي لاعب المنتخب الاولمبي عدى وشاط، والكره ردت لعمار حمدي حطها، فكان الشكل حلو بالنسبه لمنتخب مصر.
ونتمنى ان الشكل ده يستمر في مباراه البرازيل القادمه. ولو لعبنا بشكل هجومي مع شيء من التامين وشكل في توازن دفاعي هجومي هيبقى شكلنا كويس جدا قدام البرازيل. اهم حاجه ما نلعبش على الجيم دفاعي، هنخسر. لازم نلعب بشكل متوازن ويبقى عندنا تركيز في الهجمات المرتده بالنسبه لمنتخب مصر. عندنا رمضان صبحي وعندنا صلاح محسن وعندنا طاهر محمد طاهر وعندنا احمد ياسر ريان وعندنا منسي لعيب كويس جدا ناصر منسي وعندنا عمار حمدي تغييره كويسه جدا. فنتمنى بس طبعا كابتن شوقي في الماتش ده هيلعب بقى، هيحط حد جنب اكرم توفيق في نص الملعب عشان برضه يساعد اكرم. ان اكرم الماتش اللي فات كان بيلعب لوحده في نص الملعب. توفيق ان شاء الله لمنتخب مصر لكره القدم، والتوفيق لمنتخب مصر في الهاندبول كمان ماشيين بشكل كويس جدا، وربنا يكرمهم في الماتشين المتبقيين السويد والبحرين عشان نوصل تاني مجموعه. اخر خبر النهارده نادي الدحيل القطري اعلن رسميا التعاقد خلاص مع فرجاني ساسي. فرجاني ساسي كان بيرقص جمهور الزمالك خلال الفتره اللي فاتت، وانا قلت الكلام ده مش من يومين ولا من شهر، انا قلت الكلام ده من شهر يناير اللي فات. قلت ان فرجاني ساسي هيمشي من نادي الزمالك وعنده عقود وعنده عروض، بس فرجاني ساسي بيشتغل جمهور الزمالك وعمال يعمل حركات ويبوس التيشيرت ويعمل، لكن فرجاني ساسي مخلص. وده اللي حصل وده اللي فعلا اعلنه النهارده نادي الدحيل القطري بالتعاقد مع فرجاني ساسي لمده موسمين. وطلع ان كل الكلام اللي فرجاني كان بيعمله كان هو الراجل موقع ومخلص، بس بيشتغل وبيمثل على جمهور نادي الزمالك. وبوجه كلامي لجمهور نادي الزمالك يا جماعه ما تصدقوش اي حاجه. في ناس بتستغل السوشيال ميديا وتستغل اللي هي تدوس التيشيرت ومش عارف ايه، وهو اساسا شاكي النادي. ومش بتكلم على فرجاني بس، على لعيبه كتير من هذا من يعني بالشكل ده بيعيشوا في الدور ويمثلوا ان هم بيحبوا الفريق والكلام ده، وكل ده بيطلع في الاخر هاكس واي كلام. واعتقد ان انتوا شفتوا امثله كتير جدا جدا جدا. بشكركم، اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا. المنافسه بقت شديده جدا ما بين الزمالك والاهلي، الاهلي والزمالك في الدوري المصري. خلينا نشوف الفتره الجايه هيحصل ايه. اتمنى المنتخب مصر الاولمبي يكسب البرازيل، ونتمنى ان الدوري يتلعب، ما نقعدش نقف بقى كل شويه. ان مش هنقدر بصراحه نخلي الدوري ده يخلص في 25/9، موضوع صعب جدا. بشكركم ونتقابل على خير ان شاء الله.